في كورس من الكورسات بتاعي كان في ستودنت كده بيسالني، بيقول لي انا دايما ببقى فاهم الحاجه كويس ومستوعبها كويس، لكن بتختفي من الذاكره بتاعتي بعد فتره بسيطه، وببقى حاسس يعني لو جيت رجعت لها تاني ان انا مش فاكر اللي انا قريته ده او اللي انا ذاكرته. في الحقيقه في تكنيك انا قلت له عليه، التكنيك ده يعني بيفرق معاك جدا لما تعمله باستمرار. التكنيك ده ببساطه هو انك المعلومه الجديده اللي تاخدها ولسه فاهمها دلوقتي او لسه يعني مذاكرها، تشرحها لحد غيرك. انت اول ما تشرح المعلومه لغيرك هتلاقي ان انت اوتوماتيك كده في عقلك في يعني حاجات بقى تحس ان انت مش فاهمها كويس قوي، في حاجات حاسس ان انت مش متذكرها. الحاجات دي بس هي اللي تروح بقى ترجع تاني تقراها او تذاكرها مره جديده، وبعدين تحاول تشرحها تاني مع الشخص اللي انت كنت بتشرحها له قبل كده. مره في مره في مره هتكتشف بقى هو ممكن اصلا يسالك اسئله انت مش عارفها، مش عارف اجاباتها، تروح بقى ساعتها تدور عليها وتعرف الاسئله دي اجاباتها عامله ازاي. ممكن انت زي ما انا قلت لك ان انت بتشرح له اصلا هتحس ان في حاجه كده انت نسيتها او حاجه يعني مش مجمعها قوي، فتروح تعيد مذاكرتها تانية وهكذا. فساعتها بقى الستودنت ده سالني قال لي ما انا ما فيش حد يعني في عيلتي او ما فيش حد في النطاق بتاعي ممكن اشرح له الحاجات اللي انا بقراها او بذاكرها. طبعا الحاله المثاليه ان انت يكون في واحد صاحبك، حد تعرفه، اخوك، حد في عيلتك مهتم بنفس المواضيع اللي انت بتذاكر فيها. طب افرض ما فيش حد، ان انت يكون واحد كده جنبك 1 تو 1 وتشرح له الموضوع. بيبقى في حاجه تانية ان انت ممكن بالتليفون، يعني تشوف اي حد في النطاق بتاع الشغل بتاعك، نطاق الدراسه بتاعتك، تكلمه في التليفون وتقول له ده في حته معينه او جزء معين انا ذاكرته النهارده عايز اشرحه لك وتقول لي رايك فيه ايه. طب افرض برضو ده مش متاح، وقتها بقى ممكن تجيب ورقه وقلم وتكتب اللي انت يعني اللي انت ذاكرته بس يعني كانك بتشرحه لحد. طب افرض انت يعني مش عايز تعمل كده، ممكن بقى تتخيل اي حد قدامك، يعني مش شرط يكون ده شخص حقيقي، ممكن تجيب اي حاجه، تجيب لو عندك مثلا مربي كلب في البيت، مربي قطه في البيت، تجيبها او تجيب الكلب وتشرح له الموضوع فعلا كانك بتكلم حد كبير يعني، وحد بيستوعب اللي انت بتقوله. فبالتالي هتلاقي في حاجات بقى تظهر في مخك، حاسس كده ان الحاجه دي انت مش متمكن منها قوي، ساعتها ترجع تعيد مذاكرتها تاني. افرض ما فيش اي حاجه انت مربيها في البيت، يعني تشوف اي جماد، تخيل مثلا المروحه اللي قدامك، التكييف اللي قدامك، تخيل تجيب كرسي قدامك كانه شخص وانسان وتشرح له الموضوع ده. التكنيك ده كل ما تطبقه كل ما تبقى متعلم معلومه جديده، هتكتشف ان المعلومه دي بقت بالنسبه لك يعني حاجه خلاص بيلت ان جواك، وحاجه يعني قويه قوي جوه المخ بتاعك، وبالتالي تقدر تسترجعها بعد كده بسهوله وتستفيد منها اقصى استفاده ممكنه.